شي مرات كنديرو شي خطوات لحوايج مجهولة وكنمشيو ليها وما كنستوعبوش شحال ديال الضرر تقدر تسبب لينا، حيت بنادم بطبيعته عنده داك الفضول باش يكتشف. ولكن خليني نسولك واحد السؤال، واش عمرك فكرتي في شي نهار ان هاد الحوايج اللي باغي تكتشفها تكون عارفاك جاي وموجده ليك شي حاجه اللي تقدر تندم عليها حياتك كامله؟ هادشي هو اللي وقع مع بطل ديال القصه ديالنا اليوم اللي سميتو سلطان. السلام الخوت، سميتي سلطان وعمري 22 عام، وما كايناش فيا شي حاجه اللي زعما مميزه نقدر نعاودها ليكم الا حاجه وحده، وهي كاينه عند اغلب الناس، الفضول اللي زرعوا فينا الله. كاينين الناس كيقدروا يتحكموا في الفضول ديالهم، وكاينين الناس لا، الفضول ديالهم كيفوت الحدود. فاش كانت عندي 19 عام وبالضبط في الشهر العاشر، كان البرد قاطع بزاف، وانا واحد الانسان عزيز عليا مني كيجي البرد نمشي للخلا باش نبدل الجو وننشط. ما كانوش كيعجبوني دوك الاستراحات والتجمعات، حيت سمعت باللي كيجيبوا غير المشاكل. كنت واحد الشخص انطوائي وما عزيزش عليا نتخالط مع الناس، واقرب واحد ليا كان هو سعد ولد خالتي، وهو تقريبا في نفس العمر ديالي. ولكن كانت حاجه وحده ما كتعجبنيش في الشخصيه ديال سعد، هي انه كان عزيز عليه المغامرات بواحد الشكل كيخلع، وكان كيجري مورا الفضول ديالو وخا يكون عارف باللي داكشي اللي كيدير فيه غلط. واحد النهار عيطت ليه وقلت ليه: اش بان ليك نخرجوا شي خرجه للخلا، نبدلوا الجو ونشعلوا العافيه ونسهروا حتى الفجر؟ جاوبني وهو متحمس وقال لي: انا كنت كنتسناك تقول هاد الهضره من شحال هادي. انا ما فهمتش قصدو، ولكن دوزتها وقلت ليه: صافي، نوجد راسي ونجي عندك. كون واجد من هنا 3 ايام باش نمشيو ويكون القمر كامل. قطعت التليفون ومني ودن العصر مشيت مع الوالد للجامع، صليت. مني خرجنا من الجامع طلبت من الوالد ديالي باش نمشي نبدل الزيت للطوموبيل، ومنها حتى ندير لا فيزيت للطوموبيل كامله، حيت كانت عندي كات. هدرت ليه على الخرجه ووافق، حيت عارفني ما كندور ما كنزور، انسان ستريكت كنمشي غير جنب الحيط. قديت اموري كامله، شفت الزيت والبنوات والمازوت، يعني من جهتي وجدت كلشي في اقل من نهار. دازت ديك 3 ايام دغيا، وجات اللحظه اللي غنمشيو فيها انا وسعد. مشيت عنده خديته وتاكدنا واش ناقص انا شي حاجه ولا لا. ولكن لاحظت باللي سعد جاي وجايب معاه واحد الصاك معلقو في ظهره، والوسط ديالو كتبان باللي فيه شي حاجه متقلاه. مني سولتو اش كاين في الصاك، هو بحال صدرني وقال لي: فيه الماتريال ديال الطياب. بطبيعه الحال انا كنت عارف ومتاكد باللي اللي في الصاك ماشي هو الماتيريال ديال الطياب، حيت انا اللي قلت لسعد باللي جايب معايا كل شيء حتى الماتيريال ديال الطياب. قلت مع راسي: ساهله، غنوصل تما السي سعد وغنعرف شنو جايب معاك، وانا عارف باللي ما غادي يجيني من مورا المغامرات ديالك غير صداع الراس. خرجنا من المدينه اللي حنا فيها مع شي 3 ديال العشيه تقريبا، وشدينا الطريق وحنا في الطريق كامل جالسين كنهضروا. كنت غادي للبلاصه ديالي المفضله، ولكن ملي قربنا قررت نبدل شويه. البلاصه اللي كنا غاديين ليها كانت عباره على خلا، اي زعما راه كلها غير صحراء، ولكن من الجهه اليمنى كاين واحد الجبل كبير. انا اختاريت هاد البلاصه لسبب واحد، هو انه مني كيوصل نهار 14 في الشهر كيكون القمر كامل. ديما عيني كتمشي للكحوله ديال داك الجبل، وكيعجبني نتكا على ظهري ونبقى نشوف القمر والنجوم وحتى داك الجبل. سعد كان عارف هاد الشي وموافق، ولكن كان ديما كيبرزني وكيقول لي: صاحبي، خلينا نكتشفوا. كنحس باللي هاد الجبل فيه شي كنز. كنت كنمشي معاه على قد عقلو وكنقول ليه: صافي واخا، المره الجايه ان شاء الله. ديما كندير ليه هكاك، حتى ولا عارفني باللي غير كنصدرو. وصلنا تقريبا قبل ما يطيح الظلام بشي دقائق، وكل واحد فينا شد خدمته، حيت كنا كما كتعرفوا مقسمين المهام. انا بديت كنفرش الفراش، وسعد بدا كينزل القشاوش. جلسنا واول حاجه درناها هي القهوه، حيت القهوه اللي كندير كنصرحها.
اي واحد كيذوقها كتعجبو. مني تقهوينا وظلامت الدنيا وصلينا المغرب، بدات الهضره كتدينا وكتجيبنا. البلاصه كانت واعره بزاف، خصوصا مع ديك النسمه ديال الهواء البارد والضو ديال القمر. ديك الساعه كنتي كتحس بواحد الشعور واعر بزاف. ملي صلينا العشاء وتعشينا، كان باقي في الطبسيل شويه ديال الروز، حطيتو حدا الرويده ديال الطوموبيل، وقلت مع راسي ان شاء الله قبل ما نمشيو نغسل الطبسيل. ايوا هي هذيك صايبنا اتاي، ولكن وانا كنشرب الكاس ديالي وشاد التليفون كنصور هاد البلاصه، وانا كنضرب طله في سعد، لقيتو كيشوف فيا بواحد الشوفات غراب. استغربت منه وقلت ليه والله سعد، انت كنعرف هاد الشوفات هادو وعارف اش غتقول قبل ما تهضر، ولكن نسى الفكره ديال نطلعوا لهداك الجبل، راه مستحيل نديرها. جاوبني وصوتو فيه واحد النبره ديال الخوف، وقال لا جات صاحبي، وغا شوف اول حاجه خليني نشرح لك الوضع، ومن بعد كنتمنى ما تقلقش مني ولا تخسر داكشي اللي خططنا ليه. انا ما استغربتش باللي دار لينا شي زبله او لا شي مصيبه كبيره. قلت لي داك خاينه، سربي دوي قبل ما نجي نحفظ لك على داك الراس. ديك الساعة ملي شافني معصب حاول يهديني، ومن بعد جبد الصاك اللي جاب معاه وجلس قدامي، وهو كيشوف فيا شوفات ديال واحد اللي فرحان بزاف. واول ما حل داك الصاك وخرج داك الشيء اللي كان فيه تصدمت. كان جايب معاه واحد الكتاب، وهذا الكتاب انا كنعرفو مزيان، اغلبكم كيعرفوه. ونصيحتي لكم حتى واحد ما يقلب على هذا الكتاب، حيت خطير بزاف، اللي هو كتاب شمس المعارف الكبرى. انا غوتت بالخلعه، وبقيت كندور في بلاصتي بحال شي حمق، وقلت اش هاد المرض، كون غير ما خرجتش معاك، علاش تجيب هاد الكتاب معاك وانت عارفنا غادي من غير للخلا وغادي حدا هاد الجبل. جاوبني بكل بروده وهو كيضحك وقال لي سلطان صاحبي صافي، راك ما خاسر والو، خلينا نقراو هاد الكتاب، وزايدون راه تمحنت باش لقيتو، ما تخسرش ليا الفرحه ديالي عافاك. والله العظيم انا متحمس نقرا معاك. الصراحه كنت خايف بزاف وفي نفس الوقت مقلق. نطت من حدا وقلت حسن ليا نمشي نغسل داك الطبسيل ونجمع القشاوش ومن بعد نمشيو، حيت انت خسرتي الخرجه، وهذا الشيء اللي كدير ما غيجيب لينا غير المصايب. فهاد اللحظة مني وصلت حدا الطبسيل كنقسم لكم بالله حتى حسيت بالسخونية ديال الدم كتمشي في عروقي بالصدمة، حيت شفت الطبسيل بحال شي حيوان كلا داكشي اللي كان فيه. وهذا الشيء كان واضح حيت الروز كان مشتت في كل بلاصة، وانا ملي خليت الطبسيل ما كانت حتى شي حبة ديال الروز طايحة في الارض. جاو عيني على سعد وقلت ليه شفتي افلان فين وصلتينا بهاد الحركات ديالك الباسله؟ ملي وريتو التمثيل دغيا الملامح ديال وجهه تبدلوا، ولا خايف. قلت ليه وانا مقلق منه وباغي غير نعفط عليه، شفتي السي سعد فين وصلتينا بهاد الحركات ديالك هذا وانت باقي ما حليتيش الكتاب، اما كون كنتي حليتي اش غيطرا. ديك الساعه بدا كيتاسف ليا وكيعتذر وهو خايف، وقال لي اش بان ليك نحفروا شي حفره وندفنوا فيه الكتاب ومن بعد نمشيو من هنا؟ قالت ليه من بعد اش؟ من بعد ما جبتي لينا الربحه، هذه هي النهايه ديال الفضول ديالك، وراه انا مني كنصحك لا باغي ليك غير مصلحتك، ولكن انت ما كتفهمش. شفت باللي سعد حس بالغلط ديالو وعلامات الندم كانوا باينين عليه. مشى حفر واحد الحفره ودفن فيها الكتاب، وهو كيحفر كان عاطيني بظهره. في هذه اللحظه جاني واحد الصوت غليظ من ورايا وكيقول لي خرجوا من هاد البلاصة دغيا، راه ما بغيناش نعاديوكم، ولكن إلا بقيتو هنا ما تلومو غير راسكم. دغيا ملي سمعت هاد الصوت طحت على ركابيه بالخلعه. سعد سعد ديك الساعه استغرب شنو اللي خلاني نطيح بهاد الطريقه، واول ما قرب مني عنقته وبقيت كنقول ليه الله ياخذك الحق، خلينا نخرجوا من هاد البلاصه دغيا. وفهمتو الموضوع دغيا بدنا كنجمعوا الحوايج باش نمشيو، ولكن بالقوه ديال الخلعه اللي فيا كل ما هزيت شي حاجه كانت كطيح ليا من يدي. بطبيعه الحال السعد ديك الساعه كان خايف اكثر مني. دغيا ركبنا في طوموبيل باش نمشيو، ولكن للاسف الطوموبيل ما بقاتش باغا تخدم. بقيت كنشوف السعد بحال كنلومو، كنقول ليه كلشي اللي وقع من تحت راسك، ولكن شاف فيا سعد عينيه بحال غيخرجوا من بلاصتهم بالقوه ديال الخوف، وقال لي ودابا شنو الحل؟ كانت ديك الساعه 9 ديال الليل،
وفجأة رجعنا في الصوت، ولكن الصوت مجهد كتر وقال: نصيحة، خرجوا من هنا وإلا غتندموا حياتكم كاملة. أول ما نزلت من الطوموبيل باش نشوف شنو المشكل، حسيت بواحد الهوا سخون دازت من قدامي شي حاجة سريعة بزاف. ديك الساعة جيت نقرا آية الكرسي ونذكر الله، ولكن ما تفكرت حتى شي حاجة، بحال لساني تقطع. واخا الخوف اللي كان فيا، تجاهلت الموضوع ونزل سعد معايا. وأول ما نزل بدا كيغوت. أنا مني سمعت الغوتة ديالو مشيت كنجري، وملي وصلت عندو لقيتو طايح في الأرض وكيبكي. قلت ليه: مالك؟ اش واقع ليك تتهدن؟ قالت لي: اشنو شفتي؟ كيعاود لي بلي شاف واحد المرا كبيره شاده في العكاز ديالها وبدات كتحفر في نفس البلاصه اللي دفنا فيها الكتاب. وملي جبدات الكتاب شافت في سعد وبدات كتضحك. انا دغيا ملي قال لي هكا قلبي بغى يوقف، ولكن ما بينتش ليه وقلت ليه: سعد ما تخافش، حيت هما كياخذوا القوه ديالهم من الخوف ديالنا. عافاك، حاول باش تبقى قوي، باش ما يزيدوش يخلعونا اكثر. ملي قلت لي هاد الهضره دغيا نضنا ومشينا للكابو وبقينا كنحاولوا مع الباتري. فجأة وحنا كنحاولوا نحيدوا الباتري وهي تشدني واحد اليد باردة في رجلي من التحت. دغيا جاتني واحد القشعريرة في الجسم ديالي كامل. حاولت نذكر الله ولكن ما كنتفكر والو. وفجأة طلقاتني ديك اليد، ولكن حسيت برجلي غتجمد بالبرودة وغنموت بالخلعة. ولكن في هاد اللحظة تفكرت الهضرة اللي قلت لسعد وكملت حتى حيدت الخيوطة ديال الباتري وهزيت الباتري. أول ما هزيت الباتري من بلاصتو شفت واحد متكي تحت الطوموبيل، شفتو من ديك التقبة ديال الباتري. من بعد سمعت صوت ديال البنت قالت: ما تخافوش، غادي نعاونوكم حيت حنا جنون مسلمين وما غاديش نأذيوكم، ولكن الغلطة الوحيدة ديالكم هي أنكم جيتوا لبلاصة ديال جنون مشركين بالله والعياذ بالله، ولكن بإذن الله غادي نعاونوكم. سبحان الله. من بعد ما سمعت صوتها ارتحيت، واخا هما جنون، ولكن مني قالت باللي هما مسلمين هادشي خلاني نرتاح. نض دغيا بحال شي حاجة تلبساتني، حسيت بواحد الطاقة ماشي طبيعية. مشيت هزيت الباتري ورجعتو لبلاصتو وركبت الخيوطة. ودغيا قلت لسعد: ركب في الطوموبيل. وأول ما ركب سعد ديمارينا وخرجنا من ديك البلاصة. وصلنا للمدينة اللي ساكنين فيها أنا وسعد، والطريق كاملة وسعد كيسولني كيفاش قدرتي تخدم بالطوموبيل. ولكن أنا كنت كنخلو ما كنتش كنجاوبو، حيت كنت شوية مقلق منه على ديك الحركة اللي دار. من بعد ما نزلتو في دارهم ومشينا لدارنا دازو شهرين، وفي ديك الشهرين كانت الأمور هي هاديك. حلفت بالله ما نعاود نمشي للخلا إلا بالنهار، وإلا جا الليل نرجع في حالي. أما اللي كيسول على سعد فللأسف جا من الصغريب، ديناه ل5 ديال الفقهاء وبقاو كيقراو عليه حتى نطق داكشي اللي فيه وقالت. أنا ما غنخرجش منه حيت حبيته وعشقته. ديك الساعة شاف الشيخ في بات سعد وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسول بات سعد وقال له: جاوبني بصراحة، واش سعد ولدك محافظ على الصلوات ال5 في وقتها؟ قال بات سعد: لا، واش نقول لك السي الفقيه، لا والو، ما محافظش على صلاته والأذكار عمرو ما قراهم، و24 ساعة على 24 كيسمع قصص على الجنون كيحاول يقلب عليهم. واخا عاقبته وحذرته من هذا الشيء ولكن بلا فايدة. من بعد عطا الشيخ لبات السعد الماء ديال الرقية وخلاه يبقى يجي عنده كل مرة في السيمانة. إيوا حتى قدر يخرج داكشي اللي فيه، حيت ما كاين ما أقوى من رب العالمين. والحمد لله من بعد 6 شهور قدر داك الشيخ يخرج الجنية من سعد من بعد معاناة. ومن ديك الساعة سعد حلف ما يعاود يقلب مورا الجنون وولا محافظ على صلاته وكيقرا الأذكار ديالو. وأنا الحاجة اللي نجاتني منهم وما خلاتهمش يتلبسوني هي أنني أول ما نزلت للخلا وفرشنا الفراش قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كانت هذه هي القصة ديالي أنا وسعد ولد خالتي. وسعد دابا راه قدامي وكيحاول يتفكر معايا الأحداث ديال هاد القصة باش نوصلوها لكم. وغنقول لكم واحد النصيحة مهمة بزاف: عمركم تخاطروا في حوايج نتوما في غنى عنها، وما تحاولوش تقلبوا بزاف مورا العالم ديال الجنون، حيت هما دايرين بكم وكيراقبوكم وعارفين اش كديروا. حتى لهنا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال القصة ديالنا، كنتمنى تكون عجباتكم. ومهم اللي يبغى يكون جزء من هاد العائلة ما ينساش يدير جيم وبارطاج ويخلي شي كومونتير زوين. المهم راه بكم باش المحتوى غادي يزيد القدام.